سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه عاجل. شوفوا شنو وقع بمطار طنجة اليوم. لكن قبل الشروع في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد. وفي التفاصيل، تباشر مصالح الأمن والدرك الملكي بمطار طنجة بن بطوطة الدولي تحقيقاتها للوصول إلى هوية شخص تسلل أمس الاثنين إلى داخل عنبر شحن الأمتعة بطائرة تابعة لشركة ريانير الجوية. كانت متوقفة بمدرج مطار طنجة في انتظار الإقلاع إلى لندن. وعلم ذات المصدر بأن التحريات التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ما زالت متواصلة للوصول إلى هوية هذا الشخص. وما إن كانت عملية تسلل تمت بمساعدة شخص آخر، أم كان هناك سهو وتقصير من عناصر الدرك الملكي الموكولة لها مراقبة المدرج. وأضاف ذات المصدر بأن المعني بالأمر كان قد نجح أمس الاثنين في عبور المدرج والسفر على متن الطائرة دون أن ينتبه له أحد، قبل أن يتم اكتشافه من طرف سلطات مطار ستانستيد بلندن. وقام الشخص المجهول بتسلق أسلاك السياج الشائكة المحيطة بالمدرج مستعملا غطاء قطن مبطن لتفادي الإصابة، مرتديا سترة صفراء خاصة بالعمال تحمل علامة شركة APM تيرمينال الخاصة بالشحن، في خطوة لتوهيم المراقبين، علما أن الشركة التي تسهر على نقل أمتعة المسافرين تابعة لشركة سويس سبورت.